السلام عليكم المشاهدين الأصدقاء الإخوان الحرفيين. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفية الفينيسيو بلاطر بلاكو بطريقة احترافية إن شاء الله. تفرجوا في هذا الفيديو شاهدوه من الأول حتى الآخر، ما تضيعوا حتى لقطة إن شاء الله. غادي نشرح لكم طريقة احترافية إن شاء الله كيفاش تعلم الفينيسيو أو تفيني الباندا. إخوان، شكرا لكم كاملين على التشجيعات ديالكم، على الاشتراك، على اللايكات، واللي باقي ما مشتركش يشترك معنا ويشجعنا باللايكات. راه كاين الجديد ان شاء الله باش نقدموا لكم المزيد من الجديد ان شاء الله. نبداو الشرح كيفية طريقة احترافية للفينيسيو بلاطر بلاكو. اولا الاخوان، طريقة كيفاش غادي تخلطوا لوندوي بلاطر بلاكو. هو داير بحال الخدمة ديال التخليط ديال القبص تماما. كتجيب واحد السطل وكتدير فيه واحد الكمية، كترقدها في الماء وكتخليه واحد حتى ربع ساعة افضل، وكتخلطو بميكسور. الا كان ميكسور افضل، ما كانش كديباني باش ما طلع. هو كيطلب لك شويه الوقت، كتبقى تعطيه الوقت وكتبقى تخلط فيه حتى يعطيك داكشي اللي بغيتي. بالنسبه للتخليطه ديال لوندوي، التخليطه اللي غادي تلصق بها الشريط ديال الباندا ماشي هي اللي غادي تفيني بها. التخليطه اللي كتلصق بها الشريط كتكون خفيفه شويه، والتخليطه اللي كتشارجي بها بحال هاد الطريقه كتكون شويه يعني قاصحه كما كنقولوا. وكيكون عندك سطل نقي، ما كتخليش كارم عليه لوندوي باش في الاخر يدير لك يعني يدير لك مشاكل في الفينيسيو. ديما السطل يكون نقي، يكون عندك دوزان من طبيعة الحال ديال إينوكس بلا ناموس، يكونوا من نوع جودة عالية. ونبداو في الشرح. بالنسبة البلاكا فيها 180، فيها 280 على الطول ديالها، والعرض فيها 120. ملي كيما كتشوفوا دابا في الصورة، يعني هذيك اللي غادا طوالة، راه البلاكا مضروبة طول ديال الحيط، ما غاداش